أمهات بنات مراهقات بيبعتولي على الصفحة بيستغيثوا، الحقيني بنتي على طول لابسة أسود في أسود، أعمل إيه؟ أقولك تعملي إيه؟ من الآخر بلاش تنتقديها. مراهقين كتير وبالذات البنات بيمروا بمرحلة اللبس اللي أسود في أسود من فوق لتحت دي، وعلى فكرة أنا نفسي مريت بيها وأعرف ناس كتير مروا بالمرحلة دي، وربنا يرحم بابايا ومامتي يا رب. عمرهم ما انتقدوني بشكل يعني يضايقني أو يقلل مني أو يهز ثقتي بنفسي. أحيانا كانوا بيسيبوني وأحيانا كانوا بيحاولوا يشجعوني على اللبس الملون بس بشكل ما يضايقنيش أو ما يحسسنيش إن أنا عايزة أعند معاهم أو إن أنا شكلي وحش، رغم إن أنا متأكدة إن أنا كان شكلي وحش وأنا لابسة أسود في أسود على طول. بس مثلا لما ننزل نجيب لبس ألاقي مامتي تقولي طب بلاش أسود من فوق ومن تحت، طب ما تجربي من فوق تلبسي حاجة ملونة، طب ما تلبسي أسود من فوق على بنطلون ولا جيب لون تاني. فواحدة واحدة ابتديت أتخلص من اللبس اللي أسود في أسود على طول ده. لكن الأمهات اللي مش بتعمل كده وبتفضل ليل ونهار تنتقد في لبس بناتها، ولما تيجي نازلة توقفها على الباب تقول لها إيه القرف اللي انتي لابساه ده، انتي ازاي هتنزلي بمنظرك ده، وكلام تاني حضراتكم عارفينه، البنت يا إما بتعند بتبقى خلاص حتى لو هي عايزة تغير اللبس ده بتعند في مامتها لأن شايفة إن طريقة كلامها معاها مش حلوة، يا إما صورتها الذهنية عن نفسها بتبقى فعلا إن هي وحشة وبتبقى عايزة تداري جسمها وتداري شكلها وتداري مشاعرها جوه اللبس الكئيب ده. فحضرتك كأم عندك المقدرة وبإيدك تخليها مرحلة وهتخلص وتعدي بسلام، أو تخليها تطول وتدخل في مشاعر سلبية لصورة البنت عن نفسها. لو سمحتي بطلي نقد، ويا ريت كمان تمدحي شكلها حتى لو مش عاجبك، عشان تبقى بتلبس اللبس ده فترة وخلاص هو ده اللي عاجبها دلوقتي، تبقاش مثلا بتحاول تداري تخنها لو مثلا جسمها زايد شوية، او حتى ممكن ما يكونش زايد بس من كتر ما صورتهم عن جسمهم مش حلوة ممكن تبقى شايفة نفسها تخينة وهي اصلا رفيعة جدا، فتبقى بتزود اكتر في اللبس الاسود وبترفض كل الرفض تلبس اي الوان تانية. فالخلاصة عندك حل من اتنين، يا إما تاخديها بالهوادة واحدة واحدة وتمدحي في شكلها وتحاولي تخليها ما تبقاش لابسة أسود في أسود على طول، يا إما تضايقيها وتنتقديها وتفضلي تنقرضيها بالكلام في الرايحة والجاية فتعند معاكي وممكن تقلب بمشاعر اكتئاب وتبقى مرحلة نعدي منها بمنتهى الصعوبة. لو سمحتي اقعدي امدحي في شكلها وفي حلاوتها وفي شطارتها وفي ذكائها وفي شخصيتها الجميلة عشان تبقى مرحلة وتعدي على خير بإذن الله. سلام عليكم.